مولاي أبا عبد الله أقتل ولدي علي؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف القلب منه عليه. وويلا. قالت إذن أنا امرأة ماذا أصنع؟ قال لها سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. دخلت إلى الخيمة، رفعت يديها منادية إلهي بغربة العسر: يا رب يوسف إلى يعقوب اردد علي ولدي علي. والله طبت الخيمة الغريبة تبكي وعلى بنيها مريب، وتوسلت لله بحبيب. شو تقول له؟ تقول له يا راد يوسف، والله يا راد يوسف من مغيب اليعقوب ومسجل عيبه. أنا ريدك علي سالم تجيبه. استجاب الله دعاء ليلى، رجع عليا من المعركة، استقبله أباه، قال بني علي ادرك أمك ليلى. دخل إلى أمه ليلى وجدها مغمى عليها، وضع رأسها في حجره. انظر أيها الولد البار، انظر إلى علي الأكبر، إلى هذا الخلق الرفيع، يأخذ رأس أمه ويضعه في حجره، ودموعه تتقاطر من عينيه. وقعت دموعه على وجه أمه، استيقظت فتحت عينيها، والله فكت عينها وشافت ولدها. فكت عينها وشافت ولدها يبكي ويسكب الدمع على خدها. تقول له يرعد امك، تقول له ويا شبدها. الام هاي الام تقول له يرعد امك يا يمه ويا شبدها، على يرديها تروح بجيتك يمه. يما علي رديها روح بجيتك
Yeah.